السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. تعالوا النهاردة نعمله رنجة بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. طبعا انتوا عارفين الرنجة لها كذا طريقة، الطريقة بتاعتي هتعجبك ولو جربتيها هتتبسطي منها جدا. تعالوا ندخلوا على طول في صنفنا الجميل ده وننضفوا الرنجة بتاعتنا بالمقص كده، وتشيلي الشوك وتنضفيها حلو وتشيلي الراس. طبعا انا الرنجة بتاعتي جايباها لسه طازة دلوقتي، جميلة جدا. بعد ما انضفها اروح شايله الراس بتاعتها بالطريقه الجميله دي، نضفها تنظيفه جميله. الرنجه جميله جدا وبسيطه، ما شاء الله عليها بجد. اخدها من بطنها كده واقصها، وزي ما انتوا شايفين كده قصيناها وشلنا البطاريخ. البطاريخ جميله جدا، ما ترميهاش، بتبقى طعمها جميل جدا. انضفها حلو كده ونضف التانية نفس الطريقه. وبعد ما نضفنا الرنجه بتاعتنا خدتها كده وقصيتها، تقصها 2 ممكن تقصها 3 حسب طول الرنجاية معاكي. اخدها على طول على البوتاجاز. طريقتنا جميلة جدا وجديدة. احط لها معلقتين من الزيت في الصينية بتاعتي كده ومشغلة البوتاجاز. احط معلقتين من الزيت، معلقتين بس، ما تكتريش خالص عشان الرنجة ما تبقاش تقيلة معاكي. ما تكتريش من الزيت، يا دوبك بس معلقتين. واحط الرنجة بتاعتي بالطريقة الجميلة ديت، وبعد كده اقلبها على الجنبتين زي ما انتوا شايفين كده. يا دوبك الرنجة تقعد معايا دقيقة واحدة بس واطلعها عشان ما تنشفش منيكي. لحمتها بيضة وجميلة جدا، ما شاء الله عليها، ريحتها جميلة، طريقة مختلفة وجميلة وراح تعجبك. لحمتها دايبة معانا وريحتها وجميلة جدا يا جماعة بجد يعني. انا طبعا هخلص الرنجة بتاعتي كلها بالطريقة الجميلة دي. انا خلاص على كده ما شاء الله خلصتها. انا قافل البوتاجاز على كده والصينية سخنة معايا، نروح حاطة على طول البطاريخ. انا عايزة تشويحة بسيطة جدا للبطاريخ بتاعت الرنجة. وبعد ما قلينا الرنجة احط البطاريخ واديها تشويحة بسيطة، وخلاص على كده الطبق الجميل بتاعنا خلص. وخلصنا الرنجة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. طريقتنا جميلة جدا وسهلة وبسيطة، جميلة جدا وتحفة بجد. اعصر عليها ليمون، لو حابة تحطي رشة كمون كده فوقيها بتبقى طعمها جميل جدا. يا رب يكون عجبتكم طريقة الرنجة، طريقة سهلة خالص وبسيطة وجميلة. وتحطي جنبها بصل كده وترش فيها خل وليمون. طبق رنجة جميل جدا جدا، ومع الطحينة كده والعيش البلدي ما شاء الله عليها. أكلة جميلة جدا وبسيطة وشعبية جدا، ما شاء الله تبارك الله. ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.